بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل بقى مع بعض النهاردة ايه؟ اكلة كده شتوي من العيار التقيل. محدش يقول لي طعمية بقى، هي المكونات شكلها تدل على طعمية بس هي مش طعمية. اكلة كده شتوي ما بنعملهاش غير في الشتا بس، عشان بتبقى حامية شوية، والشتا بقى بتحب الاكلات الحامية دي اللي بتدفي. نعمل ايه يا حبايبي كده؟ بصوا معانا بقى خضرة وفول، فول مدشوش وبصل اخضر وفلفل وتوم. يبقى نعمل ايه؟ نعمل شوية بصرة كده يستاهلوا بقكم. انا طبعا ما عملتهاش معاكم خالص، بس هنعملها بقى دلوقتي مع بعض بطريقتي بقى، يا رب تعجبكم. معانا هنا تلات وحدات خضرة مشكلين مغسولين كويس طبعا، مقطعهم انا كبير عادي مش مهم، لان هي هتتسلق مع الفول ومع الحاجات دي. بعد كده نضربها في الخلاط. معانا بقى قرن فلفل حامي، بصلتين صغيرين كده وسط، حبة توم، بصلتين خضرة هنقطعهم برضو مش هنحطهم سلام كده. ومعانا يا حبايب قلبي هنا ايه؟ ربع كيلو فول مدشوش، انا نقعه بقاله 3-4 ساعات كده. ممكن تنقعه من الصبح بالليل يعني، او يعني مثلا لو هتعملها النهارده غدا الصبح كده، اول ما تقومي من النوم تجهزي الفطار والكلام ده، انقعي الفول وسيبيه لحد ما تيجي تعمليه، او من بالليل لحد الصبح مش هيجرى له حاجه يعني. كل ما يتنقع كل ما يبقى احسن ويستوي معاكي بسرعه. ماشي يا حبايبي؟ دي كده اول ايه مرحله. هنحط كل المكونات دي على بعضيها ونحطها تستوي على النار زي ما بنعمل كده في العدس، هنعمل في البصار. بس في بقى تكات وحركات تانية ايه هنعملها. يلا بقى صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. احط كل المكونات بتاعتنا دي في حله كده ونحطها ايه، اوريكم الميه احطها في الحله دي. يا رب بقى ما تخليهاش تشيط مني، لان الحلل دي شيطة العدس. بس يا حبايبي نحط كده اول حاجه الفول اهو، زي ما قلت لكم بقى الحلل الاستانلس دي انا ما ريحتنيش في تسويه العدس، ربنا بقى يستر وتبقى كويسه في تسويه البصل. قطع البصل كده عادي، ما يهمكوش كبير كبير، كل ده يتفرم، هنفرمه في الخلاط. والهند بلندر بقى اللي عنده هند بلندر سوري، هتاكلوا شويه بصره ما حصلوش. بسم الله بسم الله تبارك الله، بسم الله ولا قوه الا بالله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس يا حبايبي ننزل كده بحوالي كوبايتين ميه سخنه كده او ساقعه مش مهم اي حاجه، ونرفعهم بقى على النار ايه يستوي. هنغطي عليها ونسيبها على النار تستوي، مش هنحط لها توابل ولا اي حاجه دلوقتي بقى، في المرحله اللي بعد دي. ماشي؟ حطوا لايك بقى قبل ما اسويها وارجع لكم. بصوا حبايبي بقى قبل الفول والحاجات والبصل والخضره والحاجات اللي حطيناها دي على بعضها ما تستوي حلو، نروح نازلين كده ايه دول كده معلقه سمنه كبيره كده حلوه محترمه مع حبه زيت، عشان ده ايه الدسم اللي هيخش البصاره، مش هنحط لها حاجه تانية غير كده. ماشي يا حبايبي؟ ننزل بقى حوالي ايه 3-4 بصلات كده وسط عليهم، مفرومين كده ايه ناعم، قصدي خشن مش زي بتاع المحشي كده ما نعموش. مش عارفه ايه حكايه اللخبطه والنسيان دي يا حبايبي، قلت لكم ادعولي وانتوا بخلانين عليا تدعولي. نحمرهم بقى كده حلو مع بعض، نحمرهم يبقى لو واخدين اللون الذهبي كده ايه هنحط جزء منهم في البصاره وجزء التاني هنخليه نزين البصاره بيه. ماشي يا حبايبي؟ بصل بس كده من غير توم ومن غير اي حاجه.
تاكلوا شويه بصاره بقى عسل. في ناس بتعمل جنبها بتنجان مخلل، لا انا مش حابه ان انا اعمل بتنجان مخلل ولا الكلام ده، لان هي اصلا الاكله بتبقى حاميه شويه، فمش محتاجه بقى حاجات يعني ايه فيها توم وفيها كده يعني تزود ان هي تتعبنا او كده. ماشي يا حبايبي. احنا ممكن حبة خيار كده، حبة جرجير، حاجات ايه كابوتشا مش كده، حاجات اللي هي تلطف كده حوالين البصار، مش تبقى حاجة حامية تانية برضو معاها. البتنجان طبعا انتوا عارفينه بيبقى حامي شوية عشان الثوم وكده. الفول بتاعنا اهو سقيتي يستوي اخر جمال اهو. لازم هو الفول اللي تقريبا استوى، بس البصل بقى والخضره والحاجات دي لازم تستوي كويس، لان الفول طالما اتنقع ما بياخدش وقت في السوا. ماشي يا حبايبي. مربع البصلايه دي كده، نسوي طبعا الفول ونسيبه يبرد خالص، ما ينفعش نحطه في شفشق الخلاط وهو سخن عشان ما يبوظلناش الشفشق. نسيبه يبرد وبعدين نبدأ بقى ايه لو عندك بقى اللي زي ما قلت لكم الهاند بلندر دوت ممكن تفرموه عادي في الحله وهي سخنه، انا عشان مش عندي هبردها خالص وهفرمه في الخلاط. خلص بقى الحاجات دي وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا حبايبي كده الفول والحاجات بتاعتنا بعد ما استوت وانا بردتها طبعا ايه يعني هي لقيت المية بتاعتها قلت، فمحتاجة نص كوباية مية، اديتها نص كوباية مية شربتهم خالص، وبعد كده زودتها بقى مية ساقعة عشان تبرد لي الفول والحاجة بتاعتي بسرعة. ده في حالة لو انا ايه مستعجلة، مش مستعجلة اسيبها تبرد براحتها. ماشي يا حبايبي. المية اللي عليها ما حطيتهاش ايه كلها، حطيت حبة هنا اهو وايه وشلت الباقي في الكوبايه برضو دي، وفي حبه هنا طارع على الخلاط لسه هفرمهم برضو عشان ما تطراش مني لان هي لها سمك معين. ماشي يا حبايبي. انا بس بفهمكم النقطه دي عشان هي ليها سمك معين، عشان ما نحطش ميه كتير ونيجي نضربها تبقى خفيفه منا ومش حلوه. ماشي. انا هضرب بقى دلوقتي دول كده وهرجع لكم بقى. بس يا حبايبي بصوا كده بقى كده بعد ما اتضربت اهي ده سمكها. ماشي. اما بتبرد كمان بتمسك نفسها اكتر. توابل بقى كمون، فلفل اسود، كزبره، ملح، لا اكتر ولا اقل. الفلفل الاسود معلقه صغيره. ودي البصل اللي احنا كرملناه هنحط ايه حبه بقى هنا كده وحبه نخليهم نزين بيهم الاطباق، وناخد كل الدهون اللي عليهم كده لان احنا مش عايزين في البصل ده دهون. ماشي يا حبايبي. ندوس كده نصفي الدهون منهم. نقلبها كده ببعضيها وتغلي غلوتين 3 كده ونروح طافين. نخلي بالنا برضو عشان ما تشطش منه مع التقليب. نظبط الملح، يعني مش معنى ان الملح انا حطيت كده معلقه طبعا نشوف عايزه تاني او كده مظبوط. ماشي يا حبايبي. مش هنحط شطه طبعا تاني عشان احنا حاطين قرن معاها قرن اخضر. سيبها بقى تغلي وبعد كده نغرفها في الاطباق وبعد كده نزين وشها بالبصل المكرمل ده. ماشي يا حبايبي. حطوا لايك بقى قبل ما ارجع لكم. بس يا حبايبي كده انا بقى ايه بعد ما غلت حبيتها في الاطباق كده. حط بقى على الوش البصل المكرمل بتاعنا الجميل ده. هي عادي بقى بتتاكل برد عادي، يعني ممكن تبيت ويبقى تاني يوم فيها بيبقى احلى من اول يوم وناكلها. يوم كده لو حابين تعملوا يوم كده اقتصادي هتعجب اولادكم قوي برضو، يعني اللي ما كلهاش قبل كده يجربها.
اكلة بقى ما تتنافسش بقى اي اكلة شعبي تاني، مع شوية عيش محمص بقى وايه، مش هتشبعوا من حلاوتها. بس يا حبايبي بصوا بقى الجمال والحلاوة والتكات والحركات. حطيتوا لايك بقى ولا بخلتوا عليا كالعادة يعني؟ شوية ليمون بقى مخلل كده وشوية فلفل يفتحوا نفسنا، هي مش محتاجة اي حاجة الصراحة. احنا بنحب ناكلها ايه، عصرة ليمونة كده وناكل بالهنا والشفا. العيش المحمص طبعا اللي مش حابب ليمون ما يحطش. حتة كابوتشا بقى، شوية خيار، شوية جرجير، حاجات كده اتلطف مع البصار. وبألف هنا وشفا على قلبكم، وربنا يا رب يحلي ذاتكم. واللي بيشوفنا بقى لأول مرة مشتركش في القناة يشترك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.